في حد بعت يقول لي انا شخص بيتوتر من غير سبب، وان انا لما بيبقى في برزنتيشن او حاجه قدام تيم او حتى ميتنج قدام تيم بتلعثم في الكلام. بقوم بالدور المطلوب بس ببقى متوتر. التوتر هنا اولا كتير قوي مننا عنده مشكله دي اللي هي الفوبيا بتاعت البرزنتيشنز، وان انا هقف قدام الناس. ليه؟ لانه بخاف اغلط. فكره ان انا هقول حاجه غلط، او فكره ان انا هقول كلمه مصطلح هقوله مش مظبوط، بخاف منها قوي. محتاج اقبل فكره لا انا هغلط، ولو حد اللي قدامي صلح لي مفيش مشكله. انا محتاج يبقى عندي قدر كافي من الثقه ان انا اقدر اقول له صح، انت معاك حق، هي المعلومه ما كانتش صح. طبعا محتاج تقوم بدورك ان انت تحضر برزنتيشن مظبوطه ويبقى مفيش معلومات فيها فتل. انما المعلومه اللي مش عندك ما جراش حاجه ابدا ان انت تقول لا مش عارف، هرجع وارد عليكم. ان انت تنطق حاجه غلط فتتصلح لك فتقول لهم لا صح هي بتتقال كده فعلا. ده طول ما انت بتحافظ على خوفك وما بتعرضش نفسك للحاجات اللي بتخوفك، هيفضل خوفك يكبر. عشان اكسر حاجز الخوف حتى خطوات صغيره، محتاج حتى ما تبقى قاعد في قاعده مع اصحابك اتكلم اكتر شويه، افتح مواضيع حتى تهم اللي قدامك بحيث اللي قدامك يتكلم اكتر منك، بس يبقى انت كمان ليك انبوت حتى لو الانبوت بتاعك بشكل اسئله. الانكزايتي ما بتطلعش منها مره واحده، الانكزايتي بطلع منها تدريجي. ادي نفسك وقت وحط لنفسك خطه وهتعرف توصل ان شاء الله.